شفت الحاله اللي وصلت ليها رجوه. ابارامون كان عندها ابتزاز الكتروني على قبل شي تصاور ديالها ولا شي فيديوهات اللي خرجوهم. غنقول لكم واحد الحاجه البنات، ما عمرك ما تعتبري الجسم ديالك عوره. الجسم ديالك ماشي عوره، فهمتيني؟ حيت لا اعتبرتي انت عوره غيضربوك في ديك العوره، غيضربوك في ليماج ديالك. حنا شنا مراه عريانه ومن بعد عيالات عريانات راه كنشوفوهم في الحمام. حنا شنا راجل زبط عريان ومن بعد راه حنا خلقت الله. راه المراه راه عارفين عندها القدام وعندها اللور، والراجل عارفين عنده القدام وعنده اللور وصافي. ها انت طاحت في يديك فيديو ديال السيده، سوبريميها وصافي دوزي لحاجه اخرى بلا ما تبقاو تبارطاجيو. فين ما طيح في يديك تصويره ولا فيديو ديال واحد الانسان، حيد ليا الجروبات ديال الفيسبوك، حيد ليا نصيفطك هذه في الواتساب. تكون عندنا واحد الستره ونتعاملوا مع الجسم البشري ديال الانسان بحال شي حاجه اللي هي عاديه. هاد النوع ديال الجرائم الالكترونيه كتلقاي في المجتمعات العربيه، حيت رسخوا للمراه واحد الفكره انها هي عوره. وإن فوا كتبان عريانه ولا تبان لابسه مايو ولا تبان كتفها عريان ولا هذا ينوض بنو يطلقين ولا هذا ولادها يتبراو منها. انت ماشي عوره، انت جسم بشري. فاش كنتولدوا عريانين، ونهار غادي نموتوا غندفنوا عريانين فقط صافي. داكشي اللي عندنا راه حنا قريناه في النشاط العلمي فاش كنا كنقراو في بريمير ولا في الكوليج ولا هذا. راه ماشي عندكم نتوما شي حاجه اللي حنا ما عمرنا ما قدرنا نتخيلوها. الراجل عنده قبل، المراه عندها، كاملين عندنا مؤخره وكل المؤخره ديالو صافي. ما تبقاوش تعظموا الامور، ونهار غتعتقدوا بالصح وغتفهموا انكم ماشي عوره، ما غاديش حد عنده التصويره ديالك، فهمتيني؟ اللي هدك بالتصويره ديالك خرجت تصويره عربه.